في حكايات كتير، حكايات ناس عاشوا وجربوا، فيهم اللي اتعلم وطلع بدرس، وفيهم اللي وقع في غلطة وندم. القصص دي لو سمعناها بقلب مفتوح وعقل صاحي ممكن تكون نور لينا في طريقنا، تعلمنا إزاي نعيش صح وناخد بالنا من مطبات الدنيا. والحكاية اللي هنحكيها النهاردة فيها عبرة لكل قلب وعقل، عشان كل واحد فينا يعرف إن الحياة مليانة دروس وإننا لازم نتعلم من تجارب بعض. في حي راقي وهادي في القاهرة، حيث بيوت الفيلات مترصطة جنب بعضها والزرع الأخضر مغطي الشوارع، كانت عايشة خلود، ست في أواخر الثلاثينات. عينيها فيها لمعة حنية وضحكتها كانت بتملي البيت دفء وأمان. خلود كانت متجوزة من بهاء، راجل أعمال ناجح دايماً مشغول في شغله وسفره، لكن قلبه كان مليان حب ليها ولولادهم التلاتة. رحمة البنت الذكية اللي بتحلم تبقى مهندسة معمارية، وفارس الشاب الصغير اللي بيعشق الكورة، ويارا البنت اللي بضحكتها كانت بتخلي البيت مليان بهجة. من كام شهر بس نقلت العيلة الفيلا جديدة أوسع، جدرانها لونها بيج فاتح وفيها جنينة صغيرة بتطل على شارع هادي. خلود كانت فاكرة إن البيت الجديد ده هيجيب معاها سعادة وفرحة منسية، لكن كان في إحساس غريب جواها، زي شمعة بتدوب ببطء مع نسمات الهوا. الحي اللي ساكنين فيه كان جميل، ريحة الياسمين كانت بتملي الجو، والمحلات الصغيرة على كل ناحية بتفتح الصبح بدري، والحياة ماشية بهدوء وريح. خلود كانت بتصحى كل يوم بدري، تعمل قهوة مصري مظبوطة، تحط فيها حبهان وقرنفل في الكنكة، وتسمع صوت المية وهي بتغلي، تصحي ولادها وتحضر لهم الفطار، عيش بلدي سخن مع جبنة بيضة وعسل أبيض، بعدها توصلهم المدرسة وترجع ترتب البيت. الأرضيات الباركيه كانت بتلمع، والتحف اللي جابوها من معرض في العتبة كانت مترصة بعناية. بهاء عشان شغله كان بيخليه مسافر كتير، طلب من خلود إنها تتابع شغل الصنايعية بنفسها في الفيلا الجديدة، وكان واثق فيها ثقة كبيرة. في الأول خلود حست براحة إنها تقدر تشرف على الشغل بنفسها، وبعد كام يوم خلود بدأت تتعود على وجوده في البيت. وجوده ما كانش بيزعجها، بس كان في إحساس غريب بدأ يتحرك جواها، مش فاهمة سببه في الأول. يمكن عشان كانت بتحس بالوحدة. بهاء مع إنه كان طيب لكنه كان غايب معظم الوقت، مكالماتهم كانت مقتضبة، مجرد سؤال عن الولاد أو لو محتاجة حاجة. كانت بتفتكر أيام جوازهم الأولى، لما كان بياخدها يتمشوا على كورنيش النيل تحت ضوء القمر، وكان يقول لها: يا خلود، انتي خلود حياتي. الذكريات دي كانت بتوجعها، بتفكرها بحاجة ضايعة من زمان. في ليلة من الليالي وهي بترتب هدوم الولاد، سمعت أذان العشاء من جامع قريب. وقفت شوية، حاولت تدعي بس قلبها كان مشتت. افتكرت يوم ما بهاء جاب لها ختم فضة من خان الخليلي وقال لها: ده عشانك انتي اللي تستاهلي كل خير. دمعة نزلت على خدها، مسحتها بسرعة. ما كانتش عارفة ليه بتحس بالفراغ ده. وجود عادل في البيت بدأ يخليها تفكر كتير، لكن كانت بتحاول تحافظ على حدودها دايما، لابسة إسدالها قدامه، بتتعامل معاه زي ما بتتعامل مع أي صنايعي غريب. بس حست إن في حاجة بتتغير جواها، زي موجة خفيفة بتهز السكون. اليوم اللي بعده عادل وصل كالعادة وبدأ يشتغل في أوضة رحمة. خلود كانت بتراقبه من بعيد، تتأكد إن كل حاجة تمام. لاحظت إنه هو بيشتغل بتركيز، لكن بدأ يتكلم معاها كلام بسيط زي: اللون ده حلو للباب، أو المقاس ده مناسب. كلامه كان محترم جدا، بس حست في نبرته بحاجة غريبة، حاجة مش قادرة تفهمها. حاولت تتجاهل الشعور ده، لكن بدأت تلاحظ نظراته السريعة اللي بتقف عليها ثواني قبل ما يرجع لشغله. حست بتوتر خفيف، كأنها واقفة على حافة حاجة مجهولة. قالت لنفسها إنها بتتخيل، وإن الشعور ده سببه إنها لوحدها كتير. بس بالليل لما بهاء بعت لها رسالة إنها يتأخر في البنك، حست بخيبة أمل. بصت على صورة عيلتها المعلقة على الحيطة، هي وبهاء والولاد بيضحكوا في رحلة على شط البحر.
بس الضحكات دي حسيتها بعيدة، كأنها من حياة تانية. كانت سامعة صوت عادل بيرتب عدته في الأوضة اللي جنبها، وقلبها دق بسرعة غريبة. قالت لنفسها: يا خلود، خليكي هادية، انتي أم وزوجة، ما ينفعش تفكري في حاجات ملهاش لازمة. بس التوتر بدأ يزيد، زي ظل خفيف بيقول إن في حاجة كبيرة جاية. الأيام في الحي كانت بتمر زي الهوا، كل يوم نفس الروتين. تصحى الصبح، تعمل قهوة مصري بريحتها اللي بتملي البيت، وتحضر فطار للولاد، وترتب البيت وتلمع الأرضيات الباركيه وتتأكد إن كل حاجة في مكانها. لكن في الأيام دي كان في حاجة جواها مش طبيعية. عادل النجار اللي بيركب الأبواب الداخلية في فيلتهم الجديدة، وجوده بقى يخليها تحس بشعور غريب. مش إنها عايزة حاجة، لأ، بس نظراته وكلامه القليل وطريقته في الشغل كان بيخليها تفكر كتير. بهاء لسه غرقان في شغله في البنك، يرجع البيت متأخر، يضحك ضحكة خفيفة ويسألها: يا خلود، يومك كان عامل إيه؟ ترد عليه بضحكة زي ضحكته، لكن من جواها كانت بتحس بفراغ كبير. كانت بتفتكر أيامهم الأولى لما كانوا يتمشوا على كورنيش النيل، يمسك إيدها ويقول لها: أنت خلود حياتي. دلوقتي مكالمتهم قصيرة، مجرد سؤال عن الولاد بخير ولا لأ، أو لو محتاجة حاجة. أحياناً كانت بتحس إنه بعيد عنها حتى لو كان جنبها. الفراغ ده بدأ يتوسع زي ظل بيغطي على خلود الشمس. عادل كان بيجي كل يوم الصبح يشتغل ويخرج على المغرب. خلود كانت بتراقبه من بعيد، تشوف إزاي بيقيس الأبواب بدقة ويستخدم عدته كأنه فنان بيرسم لوحة. أحياناً كانت تحط له كوباية شاي على الترابيزة، ما تتكلمش كتير بس يشكرها بنظرة سريعة ويقول: ربنا يبارك لك. أول ما بدأ الشغل كانت بتحافظ على الحشمة دايماً، لابسة إسدال وخمار قدامه زي عادتها مع أي غريب. بس مع الوقت بدأت ترتاح لوجوده شوية، يعني مش ترتاح له بالمعنى الغلط، لكن حست إنه محترم، ما بيتكلمش غير في الشغل. يوم من الأيام خلود كانت في المطبخ بتعمل محشي كرمة للغدا، ريحة البهارات كانت مالية البيت. كانت بتفتكر بهاء يوم ما جاب لها فستان شيك من مول مصر وقال: ده عشانك يا ام الولاد. قلبها انقبض، حست إنه وحشاها قوي. فجأة سمعت صوت عادل من بره المطبخ بينادي: يم رحمة، المقاس ده كويس لباب أوضة الصالون؟ استغربت إنه بيناديها يم رحمة، بس ردت بسرعة: كويس، كمل. حست بنظراته عليها، بس اتجاهلت. كانت لابسة لبس خفيف عشان كانت لوحدها، وما كانتش متوقعة حد يقرب من المطبخ. ولما مشي حست بحاجة غريبة في نبرته، كان فيها حاجة زيادة، لكن حاولت تطرد الفكرة من دماغها. اليوم اللي بعده وهي بترتب أوضة يارا، عادل دخل عشان يركب الباب. بدأ يتكلم أكتر من المعتاد، سألها عن البيت، عن الولاد، وحتى عن القاهرة. قال: البلد دي حلوة، بس الناس هنا دايما مستعجلين. ضحكت ضحكة خفيفة وقالت: دي القاهرة، كل حاجة فيها سريعة. حست إنه بيحاول يطول الكلام، بس كانت بتحاول تحافظ على المسافة. قالت له: خلص شغلك، ولو عايز شاي تاني قول. شكرها ورجع لشغله، لكن نظراته بقت تطول شوية، وده بدأ يخليها تحس بتوتر كل يوم لما تشوفه. كانت بتحاول تتجاهل، لكن حاجة جواها كانت بتقول: يا خلود، انتبهي. كانت بتفكر في بهاء وتحس بالذنب لمجرد إنها بدأت تلاحظ وجود عادل، بس في نفس الوقت كانت مشتاقة لاهتمام حد يتكلم معاها، يسألها هي عاملة إيه، مش بس يسأل عن الولاد أو البيت. بهاء كان طيب، بس غيابه خلاها تحس إنها لوحدها. حتى لو كان موجود، الفراغ ده بدأ يزيد، زي موجة بتقرب من الشط وهي خايفة من اللي جاي. يوم الخميس خلود كانت بترتب الصالون، وسمعت عادل بيناديها: يا أم رحمة، ممكن تشوفي الخشب ده؟ راحت له، وكان واقف جنب باب أوضة المعيشة، شايل قطعة خشب وبيشرح لها إزاي هيستخدمها. كان بيتكلم بحماس وعينيه بتلمع. حست بحاجة غريبة، كلامه ما كانش بس عن الخشب. ردت بسرعة: شكله كويس، كمل. بس لما مشت حست إنها مش على بعضها، وقلبها كان بيدق بسرعة، وما كانتش عارفة ليه. رجعت للمطبخ وبدأت تقول لنفسها: اللي حصل عادي، عادل محترم وما قالش حاجة غلط،
بس نظراته وطريقة كلامه فيها حاجة مش عادية. قالت لنفسها: يا خلود، ما تفكريش في حاجات ملهاش لازمة، ده مجرد شغل. لكن التوتر ما راحش، حست إنها غلطانة حتى لو ما عملتش حاجة. افتكرت يوم ما كانت بتمشي مع بهاء في مول مصر، وكان بيضحك ويقول: كل حاجة بتبقى أحلى وانتي جنبي. دمعة نزلت على خدها، مسحتها بسرعة. ما كانتش عايزة حد يشوفها بتعيط. بالليل لما رجع بهاء كان تعبان قوي. قال: يا خلود، النهاردة كان يوم طويل، الأبواب عاملة إيه؟ قالت: كل حاجة تمام، عادل خلص الشغل بسرعة. حست إنها عايزة تقوله حاجة بس معرفتش إزاي، خافت إنه يفهمها غلط. قعدوا سولفوا شوية بس كلامه كان عن الشغل. طلعت تشوف الولاد، رحمة كانت بتقرأ كتاب، وفارس بيلعب بلاي ستيشن، ويارا بترسم. حست براحة وهي شايفاهم، لكن التوتر كان لسه جواها. اليوم اللي بعده وهي بتراقب عادل وهو بيركب باب أوضة فارس، حست إنه بيطول في الكلام. قال: الأوضة دي شكلها مريح. ردت: الولاد بيحبوا غوطهم. بس حست إن كلامه مش بس عن الأوضة. اليوم اللي بعده كان الجو حر جدا. خلود كانت بتكنس الصالون ولابسة لبس خفيف عشان الحر، وما كانتش متوقعة حد يدخل من غير ما يخبط. فجأة سمعت صوت خطوات عادل وهو داخل يشيل الباب اللي خلصه. قال: صباح الخير يا أم رحمة. اتلدخت شوية وبصت له بسرعة وهي بتقول: صباح النور. لاحظت إن عينه اتعلقت عليها ثواني زيادة، لكن ما اتكلمش. رجع تاني يشيل الباب ويشتغل وكأن مفيش حاجة. خلود حست بضيق، مش عارفة ده مجرد توهم ولا فعلا في حاجة غلط في نظرته. فضلت تكمل شغلها وهي بتقول لنفسها: خليكي عاقلة يا خلود، ما تديش الموضوع أكبر من حجمه. بعد شوية عادل قال: معلش يا أم رحمة، أنا هضطر أجي بكرة بدري عشان أخلص الشغل قبل ميعاد السفر. ردت بسرعة: تمام، براحتك. لكن جواها حست إن وجوده بقى تقيل عليها، مش مرتاحة زيه في الأول. الصبح خلود أخدت قرار. استغنت فرصة إنها لوحدها اتصلت على عادل وقالت له: يا أستاذ عادل، لو سمحت الشغل هنأجله شوية لحد ما بهاء يرجع. أنا مشغولة ومش هعرف أكون موجودة دلوقتي. سكت لحظة وبعدين قال: زي ما تحبي يا أم رحمة، أنا تحت أمرك. رجعت تنظم البيت، ولما جه بهاء بالليل قالت له: بصراحة يا بهاء، أنا مش مرتاحة حد يشتغل في البيت وانت مش موجود، خليها لما ترجع. بهاء ابتسم وقال: حاضر يا خلود، زي ما تحبي. وساعتها بس خلود حست إنها حمت بيتها من حاجة كانت ممكن تكبر. عدت الأيام، بهاء سافر ورجع بعد كام يوم، والشغل في البيت اتأجل لحد ما هو كان موجود. عادل خلص شغله ومشي ومرجعش تاني. خلود بعد اللي حصل اتعلمت حاجة كبيرة، إن أوقات الفراغ العاطفية ممكن يفتح باب خطر، حتى لو كان الشخص نفسه ما عندوش نية غلط. بقت تهتم بنفسها أكتر وتتكلم مع بهاء عن اللي ناقص بينهم، وهو بدأ يسمعها ويحاول يعوضها. وحس بإن ربنا سترها من فتنة كانت ممكن تهد بيتها بسبب لحظة ضعف ووحدة. القصة دي مش بس عن شغل نجار في بيت ست وحيدة، لكن عن الفراغ اللي ممكن يفتح أبواب كتير غلط، وإزاي الست لازم تكون حكيمة وتحمي نفسها وبيتها وتحافظ على حدودها حتى لو الطرف التاني شكله محترم.